وزي ما اكسل بيقول، فانت لما تبقى واقف مع شخص امريكي هتلاحظ دايما ان هو بيبقى سايب مسافه ذراع بينك وبينه. اكيد ده مش معناه ان انت ريحتك وحشه مثلا، ولكن الامريكان بيعتبروا ان المساحه دي حقهم، اللي لو تعديت عليه فانت كده بتتحدى حريتهم. فانت لما تقعد مع شخص امريكي ما تحاولش انت تقرب منه، لانه بشكل تلقائي هيبعد عنك، وتفضل انت بقى تخش عليه وهو يبعد عنك، تخش عليه ويبعد عنك. وللاسف زي ما توقعت، فمن الواضح ان اكسل اتعامل مع حد شرق اوسطي وقال عننا كلام مش لطيف خالص. ومن الواضح كده صديقي المشاهد ان انت ما بتسمعش الكلام وهببت الدنيا مع الراجل. اكسل قال انه الناس في الشرق الاوسط مش بتسيب لك مساحه وانت بتتكلم معاها، لا ده الناس كمان بتتعمد انها تحط ايدها على كتفك وصدرك ومناطق مختلفه من جسمك، وده اللي بيسبب عدم الارتياح للامريكان وللعرب. معرفش والله ده لو ركب ميكروباص عندنا في مصر هيعمل ايه. انت بتدخل الميكروباص سامح، بتطلع مش مسامح. صديقي المشاهد شوف مين بيتكلم. متضايق قوي يعني ان انا بحط ايدي على كتفك وانا بكلمك؟ ده هم عندهم ابو الكباتن ما بتعرفش تفرق ما بين علاء والاء. خلاص صديقي المشاهد، في استهدى بالله. لا يعني مش ممكن، اصلها دي ازدواجيه في المعايير يعني ابو الكباتن. لا حلوه ازدواجيه المعايير دي صديقي المشاهد. شفت انت بتطور ازاي معايا؟